نعم أعزائي المشاهدين، إخواننا العرب، إخواننا المسلمين، هنا قرية لطامنة وليس تل أبيب أو غزة أو الجولان. هنا ريف حماة الشمالي، قرية لطامنة المنكوبة المدمرة المهجرة ساكنيها الذين أهاليها قد نزحوا منها بسبب اشتداد القصف العنيف من قبل قوات النظام بطائرات الميج، بطائرات السوخوي، الهليكوبتر، قذائف الهاون، الرجمات الصواريخ، المدفعية، الفوزليكا، الأسلحة الثقيلة. لم يعد هناك سلاح ثقيل ولم يستخدمه النظام ضد هذا الشعب السلمي العزل. وهذا أحد المنازل تم استهدافه بغارة جوية من قبل قوات النظام. شاهدوا ماذا حل بمنازل المدنيين جراء استهدافها من قبل قوات النظام بالأسلحة الثقيلة المحرمة دوليا. تم قصفها بقنابل العنقودية والفوسفور والكيميائية. أيضا النظام أبات الآن يقصف منازل المدنيين بالصواريخ الفراغية التي تدمر أكبر عدد من المنازل حال سقوط هذا الصاروخ من الطائرات. ومعنا هنا زوجة أحد الشهداء الذين قد حضروا المجزرة وكانوا متواجدين في هذه القرية عندما استهدفتها قوات النظام بالقصف العشوائي والعنيف من طائراتها. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة خالتي، والله يتقبلوا من الشهداء وإن شاء الله انتصر على هالنظام. إن شاء الله. ممكن تحكي لنا كيف صارت الحادثة عندكم هون بالقرية؟ واقفين مقابل ممكن بس تعلي شوي صوتك؟ واقفين مقابل المنزل. إيه؟ أنا وابن عمي أخو جوزي. جيت الطيارة قال احموا على روحوا على المتجر. حما هو يجيب الأولاد سمحوا فتنا على المنزل، قام ضربت علينا الطيارة بالصواريخ. حسبي الله. وعلى القنابل العنقودية من الطيارة الجولة. هو استشهد وأنا إصابات يعني قوية، بس فقط الحمد لله رب العالمين. وأطفال كلهم صوبت، ابني وابنه. وعايشين هون. رحنا على الأراضي، قعدنا ولا سقف ولا شيء، ما في غير رحمة الله، ولا خبز ولا أكل ولا شرب. واستشهد هو. ضلينا نحن. وضعكم الإنساني، الحالة الصحية، الغذاء، التدفئة؟ والله كلها قليلة، والله العظيم. والله رحنا من البرد 3 4 5 صار لنا ميتين البرد. ربطة الخبز 100 ورقة. 100 ليرة امبارح. 125 ليرة اشتريناها. اشتريناها امبارح. ومازوت البنزين 250 ليرة. بنزين ب 300، اليوم عبيتها ب 300 اليوم. والبنزين والمازوت. طيب لتر المازوت 200. المواد الطبية للجرحى ما في، الصيدليات كلها خيطوني جرح شلون من كان، بس اسعفوني. الدم نزف مني في فوق 5 كيلات دم انا. لا هلا كله وجع راس وبراسي كله عم يوجعني، ما في ادوات طبيه. ما نحسن نحكي شيء لانه ما طلع شيء بايدنا غير وينهم من الله. الله ينتقم منهم ان شاء الله. كل شيء كان السبب، وسبب هالشيء اللي صار الله ينتقم منه. وامبارح جوزي واولادي 3 بالبيت ضربوا عليهم بالصواريخ. الله فكرهم، الله فكرهم عند جيراننا. 3 صواريخ، نفس الصواريخ هذول الضربه. يعني لسه في قصف كل يوم القصف نشتغل، ما في غير اليوم يعني اهدى من كل يوم. ان شاء الله بيكون اليوم لجينا على بيوتنا، والله لهلا ما عم نخلص من الشيء اللي صار. والله يحميكم ويتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ان شاء الله. الله يرحم احمد الهواري الشهيد، ابن محمد الحسن الهواري. الله يرحمه. له لجميع الشهداء اللي ماتوا. الله ينصركم ان شاء الله باذن الله، وينصر الحق ان شاء الله باذن الله. منصورين ان شاء الله باذن الله. الله ينصركم. هذه احد امهات التي فقدت جوزها واطفالها قد جرحوا جراء القصف. لا يوجد ماء، لا دواء، لا خبز، لا طعام، مواد تدفئة معدومة، غلاء بالأسعار، لا مأوى، لا مكان. النزوح إلى الغابات في عز البرد، ونحن هنا فصل الشتاء. البرد القارس يقتل الأطفال. إن من نفد من القصف أو من الدمار لن ينفد من البرد والمرض. لا يوجد دواء. الوضع الإنساني سيء جدا. سارعوا في تفادي هذه المجازر. نحن نباد في كل لحظة تمر على هذا الشعب السوري. أوقفوا حمام الدماء، أوقفوا هذه المجازر. في السابق كنا نحصي عدد الاعتقالات وعدد المداهمات وعدد الشهداء، واليوم بدنا نحصي عدد المجازر والمنازل المدمرة. حسبي الله ونعم الوكيل. كان معكم أبو هادي الحموي بتقرير خاص لقناة شد الحرية. شكرا.